اهلا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من تلابيب الكتب، وفيديو النهارده هنتكلم في 3 مواضيع مختلفة ومتشابهة في نفس الوقت، مختلفين في مسمياتهم واعراضهم ولكنهم متشابهين في الحالة اللي بيعملوها، لانهم بيخلوا الشخص كأنه في دوامة طول الوقت، كأنه بيدور في حلقة مش بتنتهي. ال3 دوامات دول عبارة عن حالات وظواهر نفسية الإنسان ممكن يقع فيها وهو مش حاسس ولا عارف ايه اللي بيحصله بالظبط. وفي حلقة النهاردة هنناقش المواضيع دي وهنفهمها وهنطرح كمان حلول ليها نساعد بيها نفسنا ونساعد بيها اللي حوالينا. الدوامات دي انا سميتهم دوامات كام مرة، علشان كل دوامة منهم ليها علاقة بالسؤال بتاع كم مرة عملت الحاجة دي. الدوامة الأولى هي دوامة كم مرة قلت أنا مش هحط نفسي في الموقف ده تاني، كم مرة قلت أنا هعتزل ما يؤذيني ورجعت له، كم مرة اكتشفت إن العلاقة دي توكسيك مع إنك لسه مكمل فيها عادي، كم مرة عملت نفس الغلطة مع إنك عارف إنها غلطة. كتير مش كده؟ طب عمرك سألت نفسك ليه أنا بعمل كده؟ ليه بكرر نفس الغلطة؟ ما سألتش وما تعرفش؟ طب تعالى وانا هقول. في علم النفس وتحليلاته في ظاهرة بتسمى ظاهرة تكرار الخطأ أو التكرار القهري compulsion repetition. اسم جديد عليك مش كده؟ طول عمرنا بنسمع عن الوسواس القهري، يطلع ايه التكرار القهري ده؟ التكرار القهري هي ظاهرة نفسية الإنسان بيكرر فيها الأحداث أو الظروف المعينة اللي بتخلي أحداث معينة تتكرر معاه كذا مرة. يعني الإنسان يروح لا إراديا أو إراديا يعيد نفس التجربة تاني تحت مصطلح إعادة العيش، بإنك تروح تعيش مع شخصيات نفس الشخصيات أو شخصيات شبههم. ولما هتعيش مع نفس الشخصيات أو شخصيات شبههم فأنت كده بتعيد نفس الظروف ونفس التجربة اللي أدت لنتيجة مؤلمة. والتكرار القهري ده بيكون له أسباب كتير، الكاتب محمد طه رخصهم في كتاب الخروج عن النص في 4 أسباب بنكرر بسببهم نفس الظروف ونفس الأحداث مرة تانية. السبب الأول إن الشخص بيحب إنه يعيد نفس الأحداث والظروف والأدوار مرة تانية مع نفس الأشخاص أو مع ناس مختلفين، علشان هو بيبقى نفسه إنه ينهي الأحداث أو المواقف دي نهاية غير اللي انتهت عليها. بيكون نفسه إنه يحل الحاجات اللي مقدرش يحلها قبل كده، وبيبقى عايز إنه يعمل نهاية مريحة وسعيدة. السبب التاني للتكرار القهري ان الشخص اوقات كتير بيحس ان في التجارب القديمة المؤلمة بتكون كل حاجة حصلت غصب عنه، بيحس انه كان ضعيف وقليل الحيلة، فوقتها بيقرر ان هو يعيد نفس المواقف او الظروف علشان يوصل لنفس المواقف او التجارب دي تاني، ويعيدها تاني مع نفس الاشخاص او مع اشخاص مختلفين، علشان بس يدي لنفسه شعور مزيف ان هو المسيطر، اللي هو بيدي لا بيدي عمرو. وده هيوصلنا للسبب الثالث، ان اوقات الشخص بيحس انه كان في التجربة السابقة المؤلمة دي شخص مجني عليه، هو الضحية، فيرجع يحب ان هو يعيد نفس التجربة تاني، ولكن المرة دي هيتقمص دور الجاني، هو اللي هياخد بطاره من نفس الناس اللي هو اتأذى منهم زمان. السبب الرابع للتكرار القهري ومش الأخير طبعا، إن أوقات الناس اللي بتحب تكرر التجارب أو الخبرات المؤذية في حياتها بتحس إنها في الوقت اللي تعرضت فيه لأذى ما قدرتش إن هي تدافع عن نفسها، أو هي كانت السبب في إن الطرف التاني يعمل فيها كده، او هي اللي وصلت او هي اللي ادت الطرف التاني شعور انه يعمل فيها كده ويأذيها، فتبدأ ان هي تنتقم من نفسها وتجلد ذاتها بتكرار نفس الاحداث واستدعاء نفس الاذى. تعال اقولك على حالة معينة نقدر نعتبرها مثال بيبين ازاي التكرار القهري ده بيحصل. البنت مثلا اللي بتحب شخص وبيطلع طماع واناني ومؤذي، وهي عارفة ان هو كده ولكن مش بتقدر تبعد عنه وبتفضل متمسكة بيه. ومش بس كده، لا دي بتحارب الدنيا كلها علشانه، ومهما يبعد عنها هي برضه بترجع له برغم كل البهدلة والأذى والاستغلال. ويوم ما ربنا يكرمها وينجدها نوسة ويفترقوا، بتروح تدور على واحد ندل تبكي الأصل النسخة اللي فاتت وتتعلق بيه وتحبه تاني. طب يا ترى البنت دي بتعمل ليه كده؟ دكتور محمد طه في الكتاب بيقول ان البنات اللي زي دول غالبا بيكونوا اتعرضوا لرسائل او وصل لهم رسالة من اهلهم في البيت مفادها ان هم مش مهمين، مش متشافين، مش فارقين.
والطفلة دي أو الأطفال أو البنات دول غالبا بياخدوا الرسالة دي ويخزنوها في وجدانهم على شكل سيناريو يبدأوا يعيشوه طول حياتهم ويكرروه علشان يثبتوا حاجة من الاتنين، يا إما يأكدوا الرسالة دي يا إما يمحوها ويتخلصوا منها تماما. يعني البنت دي هتدور على ناس فيهم نفس المواصفات علشان تكرر نفس التجربة تاني علشان تحصل حاجة من الاتنين، يا إما إنها توصل لها رسالة من الناس دول ان هي لا مهمة ومتشافة ووجودها فارق وهنا تتحل عقدتها، او يوصل لها نفس رسائل الاهمال اللي وصلتها من اهلها ومن هنا تتأكد انها فعلا شخص ما يستاهلش وجوده مش فارق لان ده اللي هي اتربت عليه. وفي كل الاحوال دي البنت دي هتكون او كانت بتدور على حلول، يعني في كل مرة كانت بتكرر تجربة المحبة مثلا مع جوزها او خطيبها كان من جواها نفسها يوصل لها كل المشاعر والاحاسيس والرسائل اللي افتقدتها من اهلها، كان جواها امل ضعيف انها تقدر تغير الواقع وتغير نظرة الناس ليها، كانت محتاجة انها تتقدر علشان تكسب ثقة في نفسها وتحل عقدة الطفولة. لكن لما الرسائل دي ما بتتغيرش وبيتأكد لها شعورها اللي عاشت وتربت عليه، مع الأسف بتبدأ ان هي تنتقم من نفسها ومن أهلها ومن إهمالهم، فبتعيش طول حياتها تكرر نفس التجارب المؤلمة مع نفس الناس المؤذيين علشان تثبت لنفسها ولكل اللي حواليها إن هو ده قدرها وإن هي الضحية اللي ملهاش ذنب. ولكن طبعا النظرة دي خاطئة، لأن في الحقيقة إن اللي بيتظلم وهو صغير وهو مش في إيده حيلة إنه يغير الواقع أو يغير حياته، هو اللي بيظلم نفسه لما بيكبر، لما بيكرر الخطأ أو الغلطة بإنه يعيد التجارب تاني مع نفس الناس المؤذية، فبيتحول من مظلوم لظالم لنفسه. وعلشان كده لازم نعرف إن عمر الواحد ما هيقدر إنه يغير اللي فات ويحول النهايات الحزينة اللي حصلت زمان لنهايات سعيدة، لأن ببساطة اللي حصل حصل وإحنا دلوقتي مش في زمان. ولازم ندرك إننا في كل مرة بنكرر فيها الغلطة أو بنكرر إننا بنعيد نفس التجارب المؤذية مع نفس الناس أو مع ناس شبههم ومفكرين إن إحنا هنا ضحايا، أحب أقولك لأ، أنت اللي اخترت، أنت اللي قررت، لأنك أنت دلوقتي المسؤول الوحيد عن حياتك مش أي حد تاني. الدوامة التانية هي دوامة المواقف غير المنتهية. دوامة كم مرة اضطريت انك تكتم الكلام جواك علشان ما تخسرش اللي قدامك، كم مرة اتخنقت بالكلام لانك مش لاقي كلام يعبر عن اللي جواك واللي قدامك مش فاهمك، كم مرة كتمت غضبك وقلة حيلتك، كم مرة خبيت مشاعرك وكتمت جواك كلام كنت عايز تقوله ومعرفتش. كتير برضو مش كده؟ طب تفتكر الكلام اللي انت كتمته والمشاعر دي راحوا فين؟ هل اختفوا بانتهاء المواقف؟ تفتكر المواقف دي اتحلت جواك وانتهت؟ الإجابة ببساطة لا، الكلام والمشاعر والمواقف دي كلها لسه موجودة جواك ومتخزنة في صورة اسمها المواقف غير المنتهية. ومع الأسف المواقف دي حية ومؤثرة وبتأثر على كل ردود أفعالك. تخيل انك طول عمرك عايش بإحساس ان في حاجة انا عايزها، في حاجة انا ناسيها، في حاجة جوايا مش مخلياني مرتاح. لك ان تتخيل بقى ان هما مش موقف واحد ولا حاجة واحدة، دول مجموعة حاجات، وكل موقف وكل حاجة شغال بشكل مستمر في خلفية حياتك وفي وعيك بشكل متكرر بدون توقف. حاسة انك مش متأكد قوي من اللي بقوله. طب انت عايز تتأكد ان المواقف دي ما انتهتش وان هي لسه موجودة جواك وشغالة؟ شوف كم مرة جه عليك موقف انك قررت تخترع حوار بينك وبين نفسك مع حد مش موجود وقعدت تكلمه وتعاتبه وتقوله كل الحاجات اللي كان نفسك تقولها له وما قلتهالوش. حصل مش كده؟ المواقف اللي زي دي اللي هي اسمها المواقف غير المنتهية بتبقى عاملة زي الحجر التقيل المربوط في رجلك بأية حركتك وحريتك، بيكون زي الغمامة على عينيك اللي بيخليك محبوس جوه عالم واحد فيه ناس معينة بس ومواقف حصلت وخلصت. المواقف غير المنتهية كمان بتخليك دايما تاخد مواقف بناء على الأحداث القديمة اللي حصلت في حياتك زمان وتتصرف بطريقة سلبية مع ناس ملهاش أي ذنب لمجرد إنك ظنيت إنهم بيشبهوا بعض الناس اللي أذوك زمان. افتقادك للمرونة والرؤية وأغلب الأمراض والأعراض النفسية اللي بنعاني منها سببها مع الأسف
المواقف غير المنتهية. طيب من الواضح كده ان المواقف الغير منتهية دي يعني شيء سيء جدا وبيستهلك كتير قوي من طاقتي ومشاعري وتفكيري. طيب المفروض ان انا اتصرف مع المواقف اللي زي دي ازاي؟ الحل الاول انك ترجع بالزمن لورا للموقف غير المنتهي ده اللي انت ما قدرتش تتصرف فيه او كتمت مشاعر او كلام جواك ساعتها، وببساطة تحل الموقف ده وتقول كل الكلام وتعبر عن كل المشاعر. ولكن مع الأسف الحل ده في يعني ظل الأبعاد الزمنية البسيطة مستحيل. الحل التاني انك تفضل زي ما انت، تفضل مسجون في الماضي وماشي في الحاضر وانت مغمي عينيك، بتحاول انك تحل مع الناس الغلط وتنهي في الوقت الضايع. ومع الأسف الحل ده مرضي مش هيوصلك لأي حاجة. الحل التالت انك تروح بالفعل للشخص اللي كان فيه بينك وبينه موقف غير منتهي وتصفي حساباتك معاه، يعني تقول له الكلام اللي انت ما قلت له ما قدرتش انك تقوله في الموقف ساعتها، تعبر عن المشاعر او الغضب او تتصرف معاه التصرفات اللي انت ما قدرتش ساعتها انك تتصرفها، سواء كان ده بقى مثلا باباك، مامتك، شخص كنت بتحبه، صديق في الشغل، ايا كان الشخص اللي انت دايما بتفتكره وبتقعد تتخيل بينك وبين نفسك حوارات معاه وانك عايز تقوله كلام وما قدرتش تقوله له زمان، تروح له وتخليك شجاع ومسؤول وتبدأ بجد تصفي كل حاجة بينك وبينه بالطريقة اللي انت عايزها. واغلب الظن يعني الدكتور بيقول انه ممكن تصوراتك دي كلها تطلع خيالات وغير حقيقية، فتخلي كل حاجة تبقى في حجمها الطبيعي وتبدأ من أول وجديد. الحل الرابع، إذا الشخص اللي انت نفسك تنهي موقفك معاه ده مش موجود، مسافر، مريض، ميت، ساعتها ممكن تعمل ايه؟ دكتور محمد طه بيقول انك ساعتها ممكن تلجأ إلى الجلسات العلاجية، انك تشوف معالج نفسي وتبدأ تستحضره الموقف في شكل سايكودرامي كده، وتقعد قدامك الدكتور دوت وتبدأ تتخيل ان هو ده الشخص اللي انت عايز تكلمه، عايز تعبر له عن مشاعرك، عايز تغضب، عايز تصرخ، تصفي وتفضي كل حاجة جواك، ما تخليش حاجة في نفسك ما تعملهاش، علشان تقدر تتخلص من كل سلبيات المواقف الغير منتهية جواك تجاه الشخص ده. الحل الخامس بقى انك تسامح وتعفو وتصفح وتكون من العافين عن الناس مش بس الكاظمين الغيظ. وطبعا الحل ده يعني محتاج درجات عالية جدا من النمو النفسي والسلام الداخلي، ومع الأسف مش كل الناس تقدر عليه، ولكن في ناس ممكن انها تقدر تعمله، ولكن بعد ما تكون نفذت الحل الثالث ان هي تروح تقابل الشخص تاني وتصفي معاه حساباتها، وساعتها هيكون بالفعل عفو عند المقدرة. الحل السادس والأخير إنك مش بس تعفو وتصفح، ولكن تحسن لمن أساء إليك وتكون من المحسنين. وطبعا الإحسان ده بيكون من أعلى درجات النضج النفسي والسلام الداخلي، وبرضه مش كل الناس بتقدر تعمله، وبعض الناس بيعملوه بس بعد ما ينفذوا الحل الثالث والرابع. ودلوقتي انت عليك الاختيار بين الدوامة والحل، وتشوف هتفضل ماشي في الدنيا بمواقفك القديمة وسجنك اللي انت حابس فيه نفسك، ولا تحل وتنهي المواقف دي وتعيش حياتك بشكل كامل وحقيقي. ودلوقتي بقى هنتكلم عن الدوامة الثالثة والأخيرة في حلقة النهاردة. الدوامة دي هي دوامة مشاعرك اللي هي مش مشاعرك. دوامة كام مرة حسيت انك مستغرب مشاعرك؟ كم مرة قلت لنفسك هو انا متضايق ليه مع ان مفيش حاجة حصلت؟ كام مرة حسيت انك كاره بدون مبرر او بتحب بدون مبرر؟ تخيلوا ان ده ممكن يحصل. طب ليه وازاي؟ علشان في الحقيقة كتير من مشاعرنا مش بتكون في الحقيقة مشاعرنا احنا اصلا، ولكن بتكون مشاعر حد تاني اتزرعت جوانا او اترمت جوانا من حد تاني. عارفين لما نقعد مع حد جواه مشاعر زهق او غضب او خيانة او خداع، فيبدأ هو يسقط المشاعر عليك بدون قصد، على فكرة اوقات كتير ما بيقولش يقصده، وانا بستقبل المشاعر دي برضو وانا مش واخد بالي. زي مثلا 2 صحاب، واحد منهم على طول حاسس ان الناس مش بتحبه، الناس بتزهق منه، الناس بتتغير معاه، فيبدأ طول ما هو قاعد يقول لصاحبه انا حاسس انك متغير معايا، انا حاسس انك مش طايقني، انا حاسس ان انا عملت حاجة ضايقتك. فيبدأ التاني بقى اللي هو بيوصل له يعني بيسمع الرسائل دي على طول، يبدأ فعلا يتضايق من صاحبه ويزهق منه.
او واحده مثلا طول ما هي قاعده بتشك في جوزها وبتقول له انا حاسه انك بتخوني، على طول بتفتش وراه، فيبدا الراجل يخونها فعلا. واحيانا كتير برضو ممكن نقعد مع حد يكون متعصب ومتنرفز 5 دقايق بالظبط، تبص تلاقي نفسك شحنة الغضب والعصبية دي اتنقلت لك وبقيت متعصب ومتنرفز من غير أي سبب. الموضوع ده في علم النفس اسمه التقمص الإسقاطي projective identification، بمعنى إن حد يسقط أو يرمي جواك حاجة بتاعته هو. والموضوع ده بيحصل على مستوى الأفراد والأسر والمجموعات والثقافات والدول وغيره. الخطير في الموضوع كمان واللي لازم ناخد بالنا كويس جدا منه إننا بنكون شركاء ومسؤولين في عملية التقمص الإسقاطي دي لما بنسمح للي حوالينا إن هما يلبسونا دور معين مش بتاعنا، أو يخلونا نمثل في سيناريو مش من خيالنا. زي مثلا الزوجة اللي صورت في خيالها سيناريو ان جوزها بيخونها، وجوزها فعلا من كتر ما هي بتوصل له مشاعر الخيانة دي بدأ انه يخونها فعلا ومثل دور مش بتاعه. امال انا اعمل ايه علشان ما وافقش وما شاركش في العملية دي؟ الكتاب بيقولك ان جوه كل واحد فينا فلتر، احنا مش بنستخدمه كتير الحقيقة، علشان كده مش عارفين ان هو جوانا. المطلوب منك علشان تستخدم الفلتر دي وتنميه كده وتنعشه، انك كل ما تحس بمواقف غريبة عنك، غريبة عن فطرتك، غريبة عن طبيعتك، غريبة عن العادي اللي انت بتتصرف بيه، تقف كده وتبدأ تسأل نفسك، تقول انا ايه اخر حاجة حصلت لي؟ مين اتصلت بيه؟ مين قعدت معاه؟ مين شفته مثلا في التلفزيون؟ ايه موقف اتعرضت له في الشغل، في الشارع؟ وتحاسب نفسك كده وتكلمها وتشوف ايه اللي حصل لها، وتبدأ تعدي المشاعر دي على الفلتر. والله المشاعر دي بتاعتك، ماشي عادي، تقبل الموضوع وعيش. لكن لو لقيت المشاعر دي غريبة عنك وغريبة عن المود العام بتاعك، ابدأ ان انت تتخلص منها وترميها من جواك، لانها ببساطة مش بتاعتك. وبكده مش هخلي حد انه يلعب بيا ولا يخليني اعيش دور هو مش دوري. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. اتمنى انها تكون كانت يعني حلقة جميلة استمتعتم واستفدتم بيها. اكتبولي في التعليقات ايه اكتر موضوع عجبكم، حسيتوا انه قريب منكم وممكن تكونوا مريتوا بيه، او حد قريب منكم عايشه يعني. ايه كمان الموضوع اللي كان شرحه مبسط ومفهوم وحاسين ان هو ممكن يفيدكم في حياتكم، او ايه الموضوع اللي حسيتوا انه مهم اننا نعرف عنه، او ممكن نبعته لحد من اصحابنا او قرايبنا علشان يستفاد منه. وفي نهاية الفيديو بشكركم جدا انكم بتشوفوا الفيديو للاخر، وطبعا ما ننساش اننا نفكر بعض بالمقاطعة دايما، وما ننساش اننا نتكلم عن الظلم اللي مالي الدنيا، وندعي لأهلنا في غزة والسودان وفي كل مكان. واستنوني فيديو جديد من تربيب الكتب مع إيمان سعيد، والسلام عليكم.